عليكم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ايكو الرمضانيه. النهارده الحلقه معانا عن الكابلات واستخدامها في محطات الطاقه الشمسيه. ازاي نقدر نسايز كابل efficiently من غير ما نعمل اوفر سايز للكابل فيكون التكلفه عاليه بدون استخدام او فايده، وما نعملش اندر سايزنج لا قدر الله يحصل مشكله في الكابل لدرجه انه يتحرق ويعمل مشاكل ابعد من الكابل زي الانفرتر او اللوحه اللي واصل عليها. السلام عليكم. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ايكو الرمضانيه. هكون معاكم النهارده ان شاء الله مهندس عامر علواني، ماجستير هندسه كهرباء باور، ايكو ايجيبت فاوندر. الكابل في الطبيعي هو عباره عن مقاومه، المقاومه دي ليها سحب تيار او ليها لوسز بتسببها. اللوسز دي عباره عن ايه؟ دي بتظهر عن طريق ديجريديشن للكابل نفسه. زي طريقة دفن الكابل، هو مدفون ولا جوه تري ولا متعلق، كل حاجة ليها مقاومة مختلفة. زي درجات الحرارة وتأثيرها على الكابل، نوع العزل نفسه اللي بيعتمد على مقاومة درجة الحرارة، هل هو مسلح أو لأ، هل في بروتكشن من المagnetic فيلد ولا لأ. كل ده بيكون عوامل بتأثر على سايزنج الكابل. فلازم الأول الكابل تعمل له سيلكشن عن طريق السيلكشن كرايتيريا. أول حاجة العزل بتاعه بيعتمد على درجات الحرارة. هو لو بي في سي يبقى يستحمل لحد 70 درجة، اكس ال بي اي 90 درجة. التسليح بتاعه الشيث اللي بره العزل بيستحمل لحد 200 درجة. هل هو حديد مسلح ولا لا، هو اندور يوزج ولا اوت دور. فلو اوت دور طبعا هيبقى مسلح. الكوندكتور اللي هنستخدمه الومنيوم ولا نحاس، لان كل واحد فيهم ليه مقاومة مختلفة. بعد كده الكابل بيستخدم في المحطات للربط ما بين سواء كابلات الدي سي ما بين الالواح والانفرترات، ولو ما بين الانفرترات والترانسفورمر، وكمان في الميديم فولتج ما بين الترانسفورمر والسويتش جير وبقيه الجريد اكويبمنت. فهنا الكابل بيمر في السايزنج بثلاث مراحل، ولازم يعدي على الثلاث مراجح بنجاح. ليه؟ عشان اول حاجه، اول فاكتور فيهم هو الكرنت كارير كاباسيتي، التيار اللي بيشيله الكابل ده قد ايه، وهل هو بيستحمل التيار ده ولا لا. وملاحظه مهمه، وطبعا القانون الباور بتساوي جذر 3 في اي باور فاكتور، وتحسب الكرنت وتعمل حساب الديجريديشن فاكتورز مع الكرنت ده. لكن ما تنساش حاجه تانية مهمه قوي في البي في بلانت، اسمها السايكليك فاكتور. تقدر تعمل عليها سيرش وتشوف الافكت بتاعها على الكابلات في البي في. هي بتعمل سيفنج شويه للسايزنج. يعني انا ممكن الكابل يبقى 100 مللي، انقص منه 23% من السايز بتاعه، يوصل معايا لحد 77%، 77% من النورمال سايز اللي انت طلعته. ده اسمه السايكليك فاكتور. ده بنستخدمه في البي في بس، مش في الكونتينيوس لود، لا هو في الديسكريت لود زي البي في. ده كده اول مرحله. المرحله الثانيه، لازم الكابل مع الفرد بتاعه او في المسافه اللي هيمشي فيها يكون الفولتج دروب للدي سي اقل من 3%، وللاي سي اقل من 5%. الاي سي لو فولتج زائد ميديوم فولتج توجذر، يعني الاثنين مع بعض بيكملوا ال 5%. ودي المرحله الثانيه في سايز الكابل. المرحلة الثالثة لازم يستحمل الشورت سيركت ريتنج اللي هيمر فيه. بحسب الشورت سيركت ريتنج من الداون ستريم والاب ستريم اللي هيحصل على طرفين الكابل، ومن هنا بشوف السايز ده لمدة 1 ثانية هيستحمل الشورت سيركت ليفل ده ولا لا. ده كده سايز الكابلات وأهمية آه، اختيار حجم الكابل المناسب، بأهمية المحطة بالكامل. ليه؟ لأن ده البريدج اللي بيوصل ما بين الألواح والإنفرترات، وده البريدج اللي بيوصل ما بين الإنفرترات وبقية الجريد إكويبمنت. فلازم السايز بتاعه ما يسببليش مشاكل بعد كده لا قدر الله
الكابل نفسه يتحرق او يسبب مشاكل تانية وراه، ان هو يحرق الانفرتر او يحرق المفاتيح او اللوحة اللي هو واصل عليها. عشان كده لازم نلتزم بالستبس وبالسايزنج وبالاي اي سي في السايزنج الخاص بالكابلات. شكرا. كان معاكم خلال شهر رمضان لحد دلوقتي مهندس عامر علواني، ماجستير هندسة كهرباء باور، ايكو ايجيبت فاوندر. سلام عليكم.